هكمل معاكم سلسلة نواعم العيد. النهاردة عملت معاكم الغريبة، سهلة جدا، حلوة جدا، بسيطة وناعمة يا غريبة بجد. ما خدتش معايا وقت خالص، طريقتها سهلة، ما بتاخدش اي حاجة. بطريقة 4-2-1 ديت الصور بتاعة الكحك والبسكوت هتلاقوها في القناة بتاعتي، حلوة جدا، مقادير مظبوطة جدا، وشكلها كمان حلو وطعم كمان حلو جدا. الطريقة بتاعتي هنا بتاعت الغريبة، بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان خاطر يجيلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ما تنسوش لايك وشير للفيديو. الطريقة بتاعتي هنا والمكونات بتاعتي كان معايا هنا، أنا أخدت نص كيلو من الدقيق، عليهم ربع كيلو من السمنة، عليهم 8 كيلو من السكر البودرة، اللي هي بمقادير 4-2-1. يعني انتوا لو هتعملوا كيلو غريبة يبقى عليها نص كيلو من السمنة، عليها ربع كيلو من السكر البودرة. انا بس هنا استخدمت المقادير النص كيلو من الدقيق. ضربت اول حاجة السمنة كويس جدا، وبعد كده بحط عليها السكر البودرة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اضربهم ولونهم يفتح تماما ببتدي احط الدقيق. هنا طبعا ما استخدمتش ولا بيكنج باودر ولا فانيليا. طبعا تقدروا تحطوا السمنه وتكون احسن حاجه ان هي تكون سمنه فلاحي عشان خاطر بتدي ريحه وطعم حلو جدا. اما لو مش موجوده عندكم زي حالاتي، انا استخدمت السمنه اللي هي النباتي اللي هي الكريستال، برضو بتكون حلوه الى حد ما. ضربتهم كويس جدا السمنه مع السكر لحد لما لونهم يفتحوا، وبعد كده حطيت الدقيق بتاعي وسبت شويه كده من الدقيق. هبتدي بقى اعجنهم كده بايدي وافركهم بايدي. كانت عندي السمنه بتاعتي كنت حطاها في التلاجة، يعني كانت ساقعه شويه، فعشان كده هتحسوا ان العجينه كأنها مفرفره كده شويه، فبفضل ادعك فيها كده بايدي زي ما انتوا شايفين كده لحد لما تنعم معايا تماما. اول لما تبتدي تدوب كده وتمسك، انتوا زي ما انتوا شايفين تحس ان هي مفرفطه كده من بعض، مش ماسكه في بعض. بفضل ادعك فيها بقى كويس جدا، بدخل السمنه جوه الدقيق حلو جدا لحد لما توصل معايا بالقوام ده. طريت هحط بقى الحبة اللي فاضلين معايا. كان معايا هنا على فكرة دقيق أبيض متعدد الاستخدام، عادي جدا، اللي هو استخراج 72%. وقلت لكم في الفيديو بتاع الكحك اللي هو أنا بستخدمه، اللي هو دقيق اسمه الماركة بتاعته أهلا رمضان. بفضل أدعك فيه كده لحد لما الغريبة بتاعتي تطرى معايا كده وتبقى بالمنظر ده. بصوا مي بتلزق في الإيد، ديت الإيد اللي أنا عجنت بيها. الإيد التانية بصوا مش هتلاقيها بتلزق في ايدي ولا اي حاجه، بما ان طبعا ان السمنه بتاعتي كانت ساقعه، فطبعا هشتغل فيها دلوقتي على طول الغريبه. ببتدي بقى اجيب الصاج بتاعي، والصاج بتاعي هنا 2 في 3. انا بستخدم في فرن البوتاجاز العادي جدا. طبعا تقدروا تستخدموا في الفرن اللي هو الشعلة دوت، اللي هو يعني اللي هو بالأنبوبة أو بأي حاجة. أنا هنا استخدمت فرن البوتاجاز بتاعي عادي جدا. والمكسرات بتاعتي بكور الكورة، هنا بتكون الكورة بحجم 10 جرام، بيكون حجمها متوسطة، يعني قد حجم الليمونة الصغيرة. وبحط كده بصباعي، ببصم بصباعي كده، وبعد كده بحط المكسرات بتاعتي علشان خاطر لو حطيت المكسرات بتاعتي على طول الغريبايه بتاعتي كده هتشقق من الجناب. انا بس ببصمها بايدي حتى صغيره، وبعد كده بحط المكسرات. طبعا لو مش موجود عندكم مكسرات عادي جدا هتحطوا الملبس، او كمان لو مش حابين خالص براحتكم. بابصم كده زي ما انتم شايفين بايدي، وبعد كده بحط المكسرات بتاعتي. اي نوع بقى مكسرات، سوداني، لوز، عين جمل، بندق، اي نوع بتفضلوه وبتحبوه. هرص بقى هنا الصاج بتاعي، ولازم يكون عامله مسافه ما بين كل واحده وواحده كده زي ما انتم شايفين. هي ما شاء الله ولا فرشت ولا عملت اي حاجه. انا عملت كمان اللي هو الشكل الصباع دوت، وعملته بالشوكة بالجنب كده، وعملت كمان اللي هي الكور اللي 3 جنب بعض كده، وحطيت فيهم اللولي دوت شكلها حلو جدا. طبعا انا عملت لكم الاشكال هنا، وتقدروا بقى تحطوا اي شكل انتوا بتفضلوه وحابينه. سويتها بقى هنا في فرن البوتاجاز. بصوا شايفين ما شاء الله هي كده دلوقتي طبعا مستويه، زيها تحسوا كأنها لسه ما استوتش. بصوا يا دوبك من تحت كده اخده لون اصفر خفيف، ومن فوق ابيض زي ما هي. سويتها ازاي؟ فرن البوتاجاز بتاعي كنت مشغله الشوايه على اوطى حاجه، وكنت مشغله فرن البوتاجاز بتاعي برضو على الدرجه المتوسطه، وكنت رافعه الشبكه على اول رف.
من بعد الفرن البوتاجاز من تحت. بصوا شايفين ناعمة ازاي ودايبة وحلوة جدا. بسيبها بقى تاخد راحتها في السوا علشان خاطر تفضل قلبها من جوه استوى وما تكونش نية كده ومعمولة. اول لما تطلع من الفرن البوتاجاز سيبيها تبرد تماما تماما تماما، وبعد كده تبتدي تشيليها عشان خاطر اول ما بتطلع من الفرن بتكون يا جماعة ما ينفعش تمسكوها. اول ما تمسكوها بتقع كده منكم وبتبقى مفرفطة وما بتكونش حلوة. الاشكال بتاعتي اهي، بصوا شايفين لما استوت. كانت لو حابين اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول. دمتم في رعاية الله وكل سنة